السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم. كنعتذر بزاف على هذا التاخير، صراحه ظروف خارجه عن الاراده. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير الشباكيه اللي كتجي مقومه، كتجي رائعه وهشيشه وشاربه العسل مزيان كيف كتشوفوا معايا. اذا خليكم معايا الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير، خليكم معايا الفيديو للاخر، ما تمشيو فين. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا زلافه ديال الزنجلان اللي خديته وطحنته مزيان، يا اما طحنوه وتغربلوه اولا طحنوه حتى تحسوا بيه بغى يتعلك. وعندي هنايا واحد كاس ونص ديال اللوز، حتى هو طحنته بقشرته بلا ما يتقلم حتى حاجه، باقي خضر. غندير واحد 2 معالق كبار ديال القرفه. كذلك عندي هنايا غادي ندير معاكم، عندي هنايا 4 المعالق ديال حبة حلاوة وربعة ديال النافع، شوية د الملحة وشوية ديال المسكة الحورة اللي دقيتها مع سكر سنيدة. بالنسبه لحبة حلاوة والنافع نديروهم شويه، كنصهدوهم وكنطحنوهم مزيان وكنغربلوهم حتى هما. حاولوا تغربلوا كاع العناصر باش ما كيحصلوش لكم فاش كتبدا دوزوا العجينه في الماكينه. كيف قلت لكم 4 المعالق ديال حبه حلاوه وربعه ديال النافع بالنسبه لهذا المقدار هذا اللي درت معكم ديال الزلافه، وراه كيعطي واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله. عندي كذلك زلافه ديال الزبده اللي مذوبه، زلافه ديال زيت الزيتون، الزبده كتبقى اختياريه على حسب النوعيه اللي بغيتو، زلافه ديال الزيت الروميه او زيت المائده، وعندي نص كاس ديال الخل. انا كنتوفر عندي غير الخل ديال الحامض، ممكن تستعملوا الخل الابيض. عندي كاس ديال مزهر، وكذلك غادي نستعمل هنايا 2 زلايف تاع الماء. صافي غنحاول انني هاد العناصر غنخلطهم جيدا حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صافي دابا غنبدا نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي تكون شاده في راسها، هي قاصحه، ما تكونش رطبه وما تكونش تاني قاصحه بزاف، باش فاش كتكون فاش تكونوا كتشبكوا كتجيكم ساهله في التشباك وما كتعذبكمش. هنا ضفت واحد 2 خمارات حمرات او 2 بيكينغ باودر من فئه 8 غرام. صافي غنستمر كيف قلت لكم بهذه الطريقه حتى نتحصل على القوام الصحيح ديال العجين ديال الشباكيه. كيف كتشوفوا هذا هو العجين ديالنا من بعد ما درت الكميه ديال الدقيق اللي كتكفي. تقريبا غديروا واحد 10 تقريبا 10 زلايف اونص اللي غادي يكفوكم. بالنسبه من بعد ما كملت العجين خديته وقسمته لكويرات صغيره. انتوما ممكن ديروا القياس ديال الكويره اللي بغيتو. صافي دابا غناخذ كل كويره وغنحاول ندير ليها واحد الطيه بحال كنصايب في المسمن، باش كتجيكم الحلوه ديالكم كتجي عندها توريقات لداخل، كتجي مجعبه من الداخل وشاربه العسل، كتجي رائعه وهشيشه. نتمنى انكم تتبعوا هذه المراحل بالتدقيق باش تحصلوا على واحد النتيجه مرضيه جدا جدا. اذا كيف كتشوفوا معايا غادي نطلقها شويه وكنحاول كيف قلت لكم كنديرها بحال الرغيفه. صافي وغنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل الكويرات كاملين اللي عندي ونتلاقى معكم. كيف كتشوفوا معنا من بعد ما حاولت نطوي جميع العجين اللي عندي، طلقته بالدلاك وحاولت نطلقه بالماكينه ديال التوراق على الرقم الاخر. كاين اللي كتكون عنده 9، كاين اللي كتكون عنده 8، على حسب كل ماكينه واش كيكون فيها. المهم كتطلقوا العجين تكون رقيقه على الرقم الاخر. وغادي غندير 5 الاشرطه وكنقطع 5 الاشرطه وكنقطع. غنستمر بهذه الكيفيه وغادي ندوزو باش نوريكم الطريقه السهله للتشباك لكل مبتدئه اللي ممكن انها ديرها. اذا ها نتوما كيف كتشوفوا معايا كنطويها بهذا الشكل هذا، بحال كل 2 اشرطه كنطويهم على الجهه الاخرى. صافي وغناخذ هاد 2 الرؤوس غادي نجمعهم مزيان باش ما يتفكوليش فاش كنكونوا كنقليو، ونحاول نطويهم ونعاود نلصقهم. صافي وكنفك الحلوه ديالي من الجهه الاخرى. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا طريقه جد جد سهله، ونحاول نوقف العجين. صافي وكنجمعها من الجوانب. نعاود معكم وحده اخرى باش تكون الطريقه مفهومه اكثر. هانتوما كيف قلت لكم كنطويهم
وكناخذ الجوانب كنجمعهم، وكنأكد انكم خاصكم تلصقوهم مزيان، ما خاصهاش الحلوه ديالكم تفك فاش تكون تتقلى. صافي وكنفتحوها ونحاول نوقف هذوك الاشرطه ديالها ونجمعها من الجوانب، وكتكون على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه، وفاش كتقلى كيجي شكل اروع اكثر. هانتوما الطريقه راه جد سهله. انا حاولت ندير معاكم ثلاثه الحليوات باش حتى المبتدئات يوليو يعرفوا، وحتى الناس اللي ما كيعرفوش يشبكوا يحاولوا يتعلموا، راه كل شيء ساهل. هانتوما بهذه الطريقه هذه جد سهله وجد مبسطه. غنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل العجين اللي عندي، ونتلاقى معكم باش نقليو الشباكيه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا بعد ما درت الزيت حتى سخنات وتكون المقله ثقيله، غادي غنبدا نحط في الحلوه ديالي. راه كيف كتشوفوا معايا، راه صراحه نسيت ما صورت لكمش شحال الكميه اللي لاحت ليا هذا المقدار. عطاني طاوه كبيره وطاوه متوسطه، وهاد البلاطو هذا راه فيه طبقه من التحت وطبقه من الفوق، واحد الطاوه صغيره هي طبقه من التحت وطبقه من الفوق. راه كيف قلت لكم راه كتلوح واحد الكميه هائله. ممكن انكم اللي بغى يديرها يجرب يحاول انه يدير نصف الكميه، يعبر غير بالكاس. المقادير اللي عطيتكم بزلافه يحاول انه يديرهم غير بالكاس. اذا كيف كتشوفوا معايا غنستمر بهذه الكيفيه هذه صافي حتى وغادي نبقى. او العافيه كيف قلت لكم العافيه ضروري صراحه، خاصها تكون مهيله. فاش تبداو تقليو نقصوا العافيه باش الحلوه ديالكم ما كتشربش وكتحرق، كطيب بحال كتحرق من الفوق ومن الداخل كتكون باقا ما طيباش. اذا غادي نخليها بحال هكا حتى تبان لي انه خدات واحد اللون مذهب من الجهه الاولى، ونقلبها على الجهه الاخرى حتى تذهب لينا، تاخذ واحد اللون ما يكونش مذهب بزاف، حيت باقي غنديروها في العسل وغادي يغمق ليها اللون. غنستمر بهذه الطريقه وخليكم معايا. دابا من بعد ما الحلوه ديالي خدات هذا اللون كيف كتشوفوا، راه واحد اللون مذهب خفيف صراحه. كيجي بهذه الطريقه تستمروا عليها غتجيكم الحلوه ديالكم كامله واخده واحد اللوين زوين. كيف كتشوفوا دوك النفيفيخات، دوك التبويقات اللي كاينين في الحلوه راهم من ديك الطريقه اللي وريتكم ديال الطيات، بحال كتصايبوا في لاباط فويتي كتجيكم الحلوه مجعبه من الداخل. واكيد الا كان عندكم العسل ناجح، راه شاركت معكم العسل في فيديوهات سابقه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. والا بغيتو نعاود نشارك معكم الطريقه خليوها لي في التعاليق، وان شاء الله نعاود نشارك معكم في اقرب وقت. صافي كتحاولوا ترميو هاد الرميه ديال الرميه الثانيه، والاخرى كتهبطوها في العسل وكتخليوها حتى كتبغيو تحيدوا القليه الثانيه باش الحلوه ديالكم كتشرب مزيان العسل. غنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل الشباكيه كامله اللي عندي، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف جا. وهذا هو الشكل النهائي للشباكيه ديالنا من بعد ما حضرناها. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنسونيش بلايكاتكم، كذلك ما تنسونيش بتعليقاتكم. وإلا كان شي استفسار على الوصفه نتمنى انكم تخليوه لي في التعليقات. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جديده ومملحات بمناسبه شهر رمضان المبارك. وكنعاود نقول لكم رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال. وشكرا على حسن المتابعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.